صلة الرحيم ويحرم قطعها. وقال تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأحمى أبصارهم. سورة محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحيم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم ويصرف صدقته إلى غيرهم لم يقبل الله منه صدقته ولا ينصر إليه يوم القيامة. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن وهي الرحيم فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلته. رواه البخاري والترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رجل قال يا رسول الله إن لي خرابة أصلهم ويقتلوني وأحسن إليهم ويسؤون إليهم وأعلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تساقهم المال ولا يصل معكم من الله سريع عليهم ما دامت على ذلك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على ثلاثة بنات أو ثلاثة أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهم. رواه المسلم. وزوجهن فله الجنة. رواه أبو داود. قلت وكان صلة الرحيم سببا في بسط الرزق لقوله الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن كان خنيا وأقارب فقراء لا يسلمهم ببره وإحسانه وهم يصلونه بالزيارة والتفقد لأحواله وأنه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام زلوا أرحامكم ولو بالسلام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى ولمن صبر وكفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث القدسي تكلفوا بأخلاق أنا الصبر وأنا العليم. وفي الرواية تكلفوا بأخلاق الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أسن سمعه من الله عز وجل أنه ليشرك به ويجعل له الولد ويحافيهم ويرزقهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن ابن قاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لتحصل المسلمين في مصائبهم المصيبة به أخرجه مالك من أصيب به من بمصيبة فليذكر مصيبة به فإنها أقسم المصائب. رواه الترمذي. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كأنني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحيي نبي من الأنبياء عليه السلام ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهم يقولوا اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يقالط الناس ويصبر على أساهم خير من الذي لا يقالطهم لا يصبر على أساهم. رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بحبل الخير حجل الله العقوبة في داره وإذا أراد الله بحبل الشر أمسك عليه بسنبه حتى يوافق به يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبه ورحمتك أرجى عندي من عمله. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبه ورحمتك أرجى عندي من عمله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رضي الله تعالى عليه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وسقوط الأبصار وسرابها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. قوموا إلى الصلاة.